ما نتعلم يا جدعان، ما نتعلم يا جدعان من نادي الزمالك ولاعيبه الزمالك اللي كل مباراه سواء خسرانين او كسبانين بيجمعوا بعض كده بيروحوا يحيوا الجمهور. قفشه النهارده الشناوي بيتحايل عليه زي ما انت قصادك كده في الصوره، الشناوي بيتحايل عليه عشان يجي يحيي الجمهور يسيبه يمشي. ايه يا قفشه؟ اتفرج على لعيبه الزمالك في في ماتش وادي دجله خسرانين راحوا حيوا الجمهور، في ماتش المقاولين متعدين راحوا حيوا الجمهور، في ماتش المصري كسبانين راحوا حيوا الجمهور، لان الجمهور هو اللي باقي يا ابني. الجمهور هو اللي باقي. هم الاهلي والزمالك دولت يعني من اكبر انديه في الوطن العربي من اجل الجمهور مش من اجل شخص. فانت قفشه الشناوي يقول لك تعالى قفشه تسيبه وتمشي؟ تسيبه وتمشي كده؟ ما تروح تحيي الجمهور، لموا الدنيا، اقفلوا الدنيا، نشجع الجمهور معاك والدنيا نرجع تاني ونرجع تاني نغمة الانتصارات بقى، ونقفل بقى على نفسنا من المواضيع والقصص دي كلها. تعالى يا قفشه. فاكر انت برضو السنه اللي فاتت ولا مش عارف اللي قبليه السنه اللي فاتت لما كهربا برضو الشناوي يقول له تعالى، قال له لا مش هروح حاجه عشان زعلان منهم عشان بيهاجموني. فقفشه نفس النظام، هو زعلان من الجمهور لا عشان بيهاجموا، عشان ايه؟ اداؤه وحش. مش هو قفشه. تمام؟ قفشه ده سنه كبير قوي هيلعب في انبي. خلصانه يا صاحبي. تمام؟ بس نتعلم من الزمالك. الناس واللي عاجبني واللقطه دي ما كانتش موجوده في الزمالك قبل كده، بس هي موجوده السنه دي. دي تعليمات واضحه وصريحه يا جدعان، تكسبوا تخسروا تتعادلوا تلموا بعضيكوا وتروحوا تحيوا الجمهور. مش محتاجه يعني تلموا بعض كده يلا يا رجاله يلا بينا نطلع نحيي الجمهور متشكرين يا جدعان ونمشي. ما بقى هتتنك هتعيش هتزيط، مش هينفع يا صاحبي، مش هينفع يا صاحبي. تمام؟ لانك يا قفشه جمهور الاهلي هو اللي عامله. انت قفشه موجود في الاهلي عشان جون القضيه بس. انت موجود في الاهلي عشان جون القضيه بس، غير كده عادي. مش دي بروين يعني، مش امام عاشور، مش بن رمضان، مش اللعيبه اللي بتاخد الكره وتغير وبتعلي رتم المباراه، مش اللعيب اللي بياخد الكره كده ومباشر على الجون وبيجري تك تك تك. انت مش انت ده يا قفشه. فانت كبيرك قوي سنه في الاهلي، انا وجهه نظري المتواضعه ممكن ترميها في الزباله عادي. كبيرك سنه في الاهلي، بس اللقطه دي قفشه اتضايق. انت متضايق عشان خاطر جمهور الاهلي ايه؟ عشان خاطر جمهور الاهلي بيهاجمك، عشان خاطر جمهور الاهلي مش عاجبه اللي حاصل، فانت متضايق. البيه متضايق، البيه زعلان، ليه انا يهاجموني؟ تمام؟ فنصحى ونفوق يا رجاله. الفتره اللي جايه مش محتاجه اي تنشنه خالص، مش محتاجه اي زيطه خالص، محتاجه تركيز، محتاجه دعم، محتاجه اللي احنا نفوق ونرجع تاني لتركيزنا ونرجع تاني لمراكزنا بقى فوق بقى. احنا مكاننا مش يا جماعه، احنا في المركز العاشر، في المركز العاشر معانا 9 نقاط. لسه بدري، لسه بدري. نكسب يا باشا، تكسب تلم نقاطك ترجع تاني في المنافسه، يبقى في صداره الدوري كده الاهلي، نرجع لمكاننا الطبيعي. تمام؟ فنصحى ونفوق. فالشناوي ويا ريت بس كابتن وليد صلاح دي يعاقبوا باي حاجه. تمام؟ لان اللقطه دي تضايق يا جدعان، تضايق. اديك سمعت قبل الماتش الجمهور الاهلي عمل ايه مع تريزيجيه في المدرجات عشان عمل هوس. وانا كل مره بعد ماتش ولاعيب يعمل معاه حاجه ليه؟ وانا بقيت انا الحلقه المايله اللي بقت في النادي الجمهور؟ واحد يعمل لي هوس بعد كده قال لك مش انتوا يا عم ماشي، والتاني مش عاوز يجي يا عم ماشي، يقول لك ايه؟ ارفع يا قفشه ايدك، النادي الاهلي هو سيدك والاهلي هو وجمهور الاهلي هو سيدك. احنا اللي عملنا الناس دي. اي لعيبه يا جماعه سواء في الزمالك او احنا اللي عملنا الناس دي.
انت بدعمك بتشجيعه، انت اللي يعني جمهور الاهلي هو اللي مكبر حساباتكم على الانستجرام وحساباتكم على السوشيال ميديا. جمهور الاهلي انتوا من غير الجمهور ولا حاجه، ولا حد يعرفكم. فاصحوا فوقوا.